السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ منورين والله. انا دايما بتسال يا طاهر اشتري الاوبو رينو 11 اف ولا اشتري الاوبو رينو 12 اف، فقلت اطلع اعمل فيديو واقول لكم اهم الفروقات بين الموبايلين عشان ما تبقوش محتارين، وفي نفس الوقت حضرتك عليك عامل كبير جدا برضو ان انت ترتب اولوياتك واحتياجاتك. يعني انا هقول لك الاوبو رينو 12 اف بيقدم ايه والاوبو رينو 11 اف بيقدم ايه، وانت تشوف الموبايل اللي بيقدم افضل باكج في الاثنين بالنسبه لك وبالنسبه لاستخداماتك وتشتريه. في الفئه دي محدش بياخد كل حاجه، فبدون كلام كتير خلونا نبدا. وبما ان الرينو 12 اف هو الاحدث فخلينا نبدا بيه. اول ميزه بيتمتع بيها هذا الموبايل هي قوه التحمل، فانت لو موبايلك بيقع منك كتير ولو ما كنتش شفت الريل والاختبارات اللي انا عملتها للموبايل ده فتقدر تروح تشوفها هنا او هنا. الناس اللي بتقول لي انت ليه ما بتنزلش هنا على اليوتيوب الحاجات دي، هناك في مساحه اطول للشورت، هنا اخر دقيقه، فبالتالي حتى لو بنزل فيديو هنا بيكون مقصوص منه لحد ما يكمل 60 ثانيه بس. فنرجع لموضوعنا الاساسي، لو انت موبايلك بيقع منك كتير، احيانا بتبقى قاعد مش واخد بالك بيدلق عليه شويه ميه، عايز ترد على مكالمه وانت في البول او انت بتعمل اي حاجه ومش خايف على التليفون، فالرينو 12 اف اختيار كويس جدا بالنسبه لك. فعايز اقول لك الموبايل حقيقي بيتحمل عن تجربه وبعيدا عن اي كلام فارغ. تاني ميزه بتميز الاوبو رينو 12 اف هي الصوت الاستيريو. لو موبايلك القديم بيدعم صوت استيريو وعايز تحدث فما تحدثش الموبايل ما بيدعمش الاستيريو، لان الصوت هتحسه من اتجاه واحد، تحس ان في ودن عندك مش شغاله. لكن الاوبو رينو 11 اف بيجي بصوت مونو، فدي برضو حاجه لازم تحطها في اعتبارك، لو مش فارق معاك اتس اوكي. تالت ميزه والاهم بالنسبه لنا شخصيا هي مميزات الاي اي. الموبايل ده بالكامل كده بيدعم الاي اي في كل حاجه، زيه زي موبايلات اغلى منه ب 40000 جنيه. لو عايز تعرف مين الموبايل اللي انا بتكلم عنه تقدر ترجع لهذه المنصات. عملت مقارنه بالاوبو رينو 12 اف والموبايل الاغلى واللي كانت برضو دعايته مبنيه على الذكاء الاصطناعي بس اغلى بحوالي 40 او 50000 جنيه من الاوبو رينو 12 اف، وقارنت بقى باستفاضه بين مميزات الذكاء الاصطناعي هنا وهنا. عندك اي اي تولز هنا كتيره جدا زي تلخيص الاصوات وقرايتها، تدخل تترجم من على موقع تقراه بالذكاء الاصطناعي ويديك السمري بتاعه، تقدر تعمل حاجات كتيره قوي عن طريق الذكاء الاصطناعي هنا. فلو انتوا بتعتمدوا على الموبايل بشكل كبير جدا جدا وعايزين توفروا وقت ومجهود، فالذكاء الاصطناعي هنا ميزه محترمه، ميزه قيمه جدا في الاوبو رينو 12 اف. ولو عايزين فيديو على يوتيوب نقدر نشرح فيه مميزات الذكاء الاصطناعي هنا على الاوبو رينو 12 اف، اكتبوا لي في كومنتات، انا والله ما احرمكم من حاجه تؤمروا. رابع ميزه ودي ميزه مهمه جدا جدا وهي البيكون لينك. بيكون لينك دي باختصار لو انت ما عندكش شبكه تقدر تتواصل مع موبايل اوبو تاني برضه يكون في شبكه او ما فيهوش، مش هتفرق، عن طريق البيكون لينك وتتواصل معاه، بس ما يكونش المسافه اكتر من 200 متر. يعني لو لا قدر الله الاسانسير عطل بيك في اي دور من الادوار تقدر تتواصل مع الشقه الاقرب ليك عن طريق البيكون لينك، بس بشرط عشان اكون صريح معاك لازم هو كمان يكون معاه موبايل من اوبو. اتمنى ان الميزه دي تتعمم في كل الشركات وكل الموبايلات لانها مهمه جدا وممكن تساعد في انقاذ ارواح ناس كتير. كده انا خلصت المميزات اللي بتميز الاوبو رينو 12 اف عن الاوبو رينو 11 اف. تعال بقى نشوف ايه اللي بيميز، نركن ده بقى على جنب ونشوف ايه اللي بيميز الاوبو رينو 11 اف عن الاوبو رينو 12 اف. رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 ومن هنا لبكره المعالج المحبب لقلبي وهو الدايمنسيتي 7050 من ميديا تك. المعالج ده برضو داعم لخدمات ال 5G وموجه للجيمرز بشكل كبير جدا. يعني باختصار لو خدنا ببجي على سبيل المثال فانت هتقدر تلعب على الاتش دي ار جرافيك مع الالترا فريم ريت. نوع الذاكره في الاوبو رينو 11 اف اسرع واقوى من الاوبو رينو 12 اف، جايه من نوع يو اف اس 3.1. نيجي بقى لثالث نقطه تفوق بالنسبه للاوبو رينو 11 اف وهي سرعه الشحن اللي بتيجي 67 واط على عكس ال 12 اف اللي بتيجي 45 واط بس. هتيجي تسالني رايي انا الشخصي في الموضوع ده ايه، هقول لك بلاش، لان انا اوريدي شايل فلاج شيب من شركه ما سرعه الشحن بتاعتها 45 واط برضه فلاج شيب. واحب اقول لك ان فرق التوقيت بين الموبايلين حوالي تلت ساعه، ده بيشحن في 50 دقيقه وده بيشحن في 70 دقيقه، فالموضوع سهل مش هو ده اللي هنقف عليه. انا بصراحه ما اعتقدش النقطه دي هتكون نقطه تفوق واو لصالح الاوبو رينو 11 اف، ولكن انا كان نفسي ال 12 اف برضه يجي بيدعم سرعات شحن اعلى من 45 واط، ده اللي اوبو عودتنا عليه. نيجي بقى للنقطه الرابعه والاهم، الكاميرات. كاميرات الاوبو رينو 11 اف انا هحط لك الصورتين جنب بعض من الرينو 12 اف والرينو 11 اف، طبعا مع مراعاه اختلاف ظروف الاضاءه والتوقيت والحاجات دي كلها، بس انا حسيت ان الاوبو رينو 11 اف بيقدم تجربه تصوير افضل من ال 12 اف بصراحه، وخاصه كمان هو بيدعم جوده عاليه في تصوير الفيديو ال 4K لحد 30 اطار في الثانيه. الاثنين طبعا بيدعموا المثبت البصري وكل حاجه، ولكن هنيجي لنقطه تفوق لصالح الاوبو رينو 12 اف وهي الاي اي تولز اللي موجوده في الاستوديو بعد ما بتصور الصوره. تقدر تمسح شخص، تقدر تفتح عينك لو مغمضها، تقدر تعدل صوره لو انت مهزوز فيها، تقدر تعمل اي حاجه، تشيل اي حاجه من الصوره مش عاجباك، تشيل اي شخص مش عاجبك من الصوره. دي كلها مميزات لصالح الاوبو رينو 12 اف. انا كطاهر اليوتيوبر لو تديني هذه الكاميرا المتوسطه مع مميزات الذكاء الاصطناعي دي هطلع لك صوره محترمه اتفشخر بيها على وسائل التواصل الاجتماعي عادي جدا، لكن انا ما اعرفش انت بتحسبها ازاي، برضو ده بعرفه منك في كومنت وبيفيدني جدا في تقديم المحتوى اللي بقدمه. لو الفيديو عجبك بقى انت عارف
انا بعز منك قوي اللايك المتين، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، الشير، الحاجات بقى اللي بتشجعني ان انا اعمل لك فيديوهات لايت زي دي تخليك تروح تشتري وانت عارف انت رايح تشتري ايه. وما تنساش بقى تكتب لي في كومنت هتختار الاوبو رينو 12 اف ولا الاوبو رينو 11 اف، وانهي باكج المتكامله اكتر بالنسبه لك. زي ما قلت لك ده هيفرق معايا جدا في الفيديوهات اللي جايه. سيبكم في حفظ الله ورعايته، وعلى لقاء باذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام.